السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بين رزقي وجبري وتوفيقي فتحا مبينا. ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو جديد ويوم جديد، يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم ويكون الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله. لو لسه بتشوفيني لاول مرة، انا اختك رانيا، يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتبقي من عيلتي الجميلة. ولو الفيديو عجبك منسيش باللايك وتعليق حلو زيك. يا رب ان شاء الله اكون وجه مبتسم حتى، او وردة، او قلب منك هيكون زي العسل. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن التوفيق. طبعا يا بنات، اليوتيوب كله دلوقتي بيتكلم عن التوفير، وازاي توفري، وازاي تحوشي، وازاي تجيبي دهب، وازاي تجيبي بيوت، تشتري شقق وتشتري بيوت وتشتري مش عارف ايه. انا عايزة بس اتكلم في حاجة، ان في ناس كتير جدا بيبقى دخلها على قدها، وما بتقدرش حتى توفر احتياجاتها اليومية او الشهرية. عايزة اقولك يا ست الكل، ان انتي بجد بجد يعني والله العظيم، في الظروف اللي احنا فيها دي وفي الغلا اللي احنا فيه، يعني ربنا يعين كل واحد على حاله، وربنا يا رب يستر كل بيت، وربنا يعين كل راجل على مصاريف اسرته، وربنا يعين كل ست على تدبر امرها وازاي تمشي حالها، وازاي ان هي مثلا عارفة تدبر امورها وتمشي بيتها. بجد والله العظيم احنا ستات بيوت شاطرين جدا جدا. وعايزة اقولك يا ست الكل، ان انت مش معنى ان انت مش عارفة تحوشي، او معنى ان انت مثلا مش عارفة تجيبي اللي نفسك فيه، او في حاجات كتير ناقصاكي وانت نفسك فيها ومش عارفة تجيبيها، ده مش معناه ان انت مثلا مقصرة، او ان انت مثلا مش عارفة تحوشي، او ان انت مش عارفة تدبري امورك، او لا، سيبك من الكلام ده كله، ولا تزعلي ولا تحطي في نفسك يا ست الكل. عايزة اقولك بس ان الرزق ده بتاع ربنا. ربنا يعني خلقنا درجات وطبقات، ومقدر لكل واحد رزقه. وحتى لو انت معاك يا ست الكل ونفسك في حاجة، مش هتجيبيها غير في الميعاد اللي ربنا محددهولك. والله العظيم كل حاجة يا جماعة بأوان. تمام؟ انت بتعملي اللي عليك. وانتي، انا عايزه اقولك بس ان انتي عماد البيت ده، يعني البيت من غير الست، يعني بص، لو مليان فلوس كده مش هيمشي، ولا الراجل هيعرف يدبر اموره ولا بيعرف. يعني بصوا الرجاله كده سبحان الله، ربنا خلقها بتتحمل الشغل وبتتحمل المشقه، بس خلق الستات بذكائها وبحكمتها بتقدر تمشي البيت، وبتقدر تدبر ميزانيه، وبتقدر، بصوا يعني بجد تحيه لكل ست والله العظيم. عايزه اقولك بس يا ست الكل، ان انتي اعملي اللي عليكي، وان شاء الله ربنا هيفرجها علينا كلنا، وان شاء الله تبقي بيتك ده يبقى احسن بيت، وكل حاجه بالصبر هتيجي. وعايزه اقول ان في ناس كتير قوي بعد الغلا ده، بعد ما كانوا مثلا حالهم يعني كويس وميسورين الحال، لأ، بعد الغلا اللي احنا فيه ده بقت ناس كتير قوي من الطبقه الفوق متوسطه بقت متوسطه بجد، يعني او تحت المتوسطه كمان شويه. لان فعلا فعلا بجد الاسعار بقت مولعه والحياه بقت صعبه. ربنا يعيننا على حالنا وعلى تربيه اولادنا يا رب العالمين. عايزه اقول لك بس، انت كل اللي عليكي ان انت آه، تفهمي ان اكبر توفير واكبر مكسب واكبر حاجة ان انت هتحوشيها وتسيبيها كده للزمن وتشيليها للزمن هي اولادك. عايزة تحوشي دهب، الدهب ده هو اولادك. عايزة تشتري شقق، سيبك من كل الكلام ده. تربيتك لولادك، وان انت تربيهم كويس، وان انت تعلميهم الدين والاخلاق والرضا، وان هم يتعلموا كويسين، شخصيتهم كويسة، مسامحين مسالمين. ان انت في ظل الظروف اللي احنا فيها دي واحنا عارفين طبعا يعني ربنا يستر على اولادنا، شايفين كمية الجرائم، وشايفين كمية الانحلال اللي بقينا فيه، المجتمع بقى فيه. كل يوم بنشوف جرائم على النت، من يعني بصي ما بقتش ان احنا نشوف بس، لا يقولوا ده بلطجي، ده واحد بيشرب مثلا مؤاخذة يعني مخدرات، ده مش عارف ايه، لا، ده احنا بقينا نشوف اطفال بيعملوا جرائم. فربنا يعني يسترها علينا وعلى اولادنا يا رب، ويبعد عنهم كل شر وكل اذى. ان انت تطلعي اولادك تربيتهم كويسة، ان انت تعلميهم كويس، ان انت تعرفيهم دينهم واخلاقهم، وان انت تحافظي عليهم. بجد ده اكبر مكسب، وده اكبر توفير، وان انت فعلا فعلا بتحوشي في اولادك. يعني اولادك دول لما تربيهم كويس وتعلميهم كويس ويطلعوا كده يعتمد عليهم، ويطلعوا كده اخلاقهم كويسة وتربيهم كويس،
ده اكبر مكسب، ده هو الذهب الحقيقي اللي انت بتشيليه للزمن. ولادك لما تربيهم كويس هيطلعوا محترمين والناس هتحبهم وهيدعوا لك. ولادك لما تربيهم كويس وتعلمهم كويس هيشيلوكي وانت كبيره و... وهيقفوا جنبك وهيدعوا لك وهينفعوا نفسهم وينفعوكي. هو ده الذهب الحقيقي، وهو ده المكسب الحقيقي، وهو ده التوفير الحقيقي. سيبك من توفير الاكل والشرب. بصي احنا ياما اكلنا وياما شربنا وياما اشترينا واللبس بنشتري على طول. مفيش حد ما بيشتريش لبس، مفيش حد ما بيشتريش اكل مهما كان الاكل بسيط. اصل بصوا ده كله نعم ربنا. معنى ان انت تحوشي والله العظيم مش بتحوشي فلوس او تحوشي دهب، يعني معلش انت لو حوشتي فلوس وحوشتي دهب واهملتي تربيه اولادك هينفعهم بايه او هينفعك انت بايه؟ فانا عايزاك يا ست الكل تعرفي ان تحويشك بجد وتوفيرك بجد والذهب اللي انت هتعينيه للزمن بجد هو اولادك وتربيه اولادك. ربنا يبارك في اولادنا جميعا يا رب، ويخليهم لنا ويبعد عنهم كل شر وكل اذى، ونشوفهم كده احسن الناس. كل ام بتتمنى تشوف ولادها احسن منها. يعني خلي ولادك كده يبصوا لمستقبلهم، علموهم الحياة فيها الحلو وفيها الوحش وازاي يصاحبوا. فترة المراهقة دي بتبقى صعبة جدا في الأولاد والبنات. لو عندك أولاد وبنات لازم تصاحبيهم في المرحلة دي. لازم تعرفي ازاي تتكلمي معاهم وتعرفي تقنعيهم ان هم لو انت عندك صاحبة مش كويسة ازاي تعرفي انها مش كويسة وازاي تبعدي عنها وتتجنبيها. ازاي لو انت مثلا معاك حد في المدرسة او شلة في المدرسة مش كويسين او بيقولوا الفاظ وحشة ازاي تبعد عنهم وتتجنبهم. ده بجد احسن حاجة ان انتي تعرفي عن ولادك كل حاجة وتصاحبيهم. ركزي قوي في موضوع الصلاة، وعاقبي لو مفيش صلاة يبقى في عقاب، يبقى مفيش خروج، يبقى مفيش مصروف. لازم الصلاة ده زي الأكل والشرب عندهم. احنا علينا مسؤوليات وانت كمان عليك مسؤوليات. مسؤوليتك ان انت تذاكر وتشوف مستقبلك، ومسؤوليتك ان انت ما تهملش دراستك وما تهملش برضو صلاتك. دي الواجبات اللي عليك. مسؤوليتك ان انت ما تكذبش على مامتك او ما تكذبش على مامتك. تتكلم باحترام. آه، ازاي نختار اصحابنا وازاي نختار الناس اللي بنمشي معاهم ونتعامل معاهم. ان ازاي نتعامل مع ناس كويسين ونبعد عن الناس اللي مش شبهنا مش كويسين. لازم نعرفهم كتير قوي عن الحلال والحرام، وان كل حاجة لازم يدخل فيها الدين. وعلاقتنا بالناس وعلاقتنا بأمنا وبأبونا وبأخواتنا وبأصحابنا وبقرايبنا. كل تعاملاتنا لازم يبقى فيها حرام وحلال. لازم نتعلمهم كويس قوي في الموضوع ده، ولازم يبقى فيه عقاب. آه، حتى في الصغيرين مش لازم نستنى لما هم يبقوا في فترة مراهقة ونعلمهم كده. لا، علمي أولادك من هو صغير، من هم صغيرين انهم يبقى في حلال وحرام ويعرفوا دينهم من هم صغيرين، لان هو ده بجد التوفير الحقيقي والمكسب الحقيقي والذهب والألماس كمان اللي انتي هتشيليه يا ست الكل. ربنا يبارك في أولادنا وأولادكم ونشوفهم أحسن الناس يا رب العالمين، وما يوجعش قلوبنا أبدا عليهم ويخليهم لنا ويبعد عنهم كل شر وكل أذى. الفيديو ده بتاع النهاردة خلص ان شاء الله. اتمنى يكون كده يكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم، وتعليق حلو زيك يا ست الكل. وزي ما قلت لكم كده اللي بيشوفنا قلق في اول مره، يا جماعه لو عجبتكم القناه كده خدوا لف فيها، لو عجبتكم اشتركوا. والسلام عليكم ورحمه الله.